في المغرب، فقد ذاع الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أن أعلن ترامب الخبر بنفسه محتفيا باسمه. طبعا ومن مثل ترامب إذا تعلق الأمر بإطلاق اسمه على شارع أو على مشروع أو على مطار أو على برج أو مبنى أو مركز أو عملة أو قبعة، المهم اسمه موجود. وسريعا الرئيس الأمريكي على حسابه في تروث سوشيال شكر الملكة المغربي محمد السادس على هذا الشرف العظيم وفق وصفه: إنه لتكريم كبير أتطلع إلى أن نسافر يوما ما على امتداد هذا الطريق السريع العظيم بأكمله، وآمل أن يكون ذلك قريبا. وأرفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طبعا مقطع فيديو لعلنا نراه بعد قليل يستعرض الطريق وتاريخ العلاقات المغربية الأمريكية. المغرب لم يعلق رسميا حتى اللحظة، وأذكركم بأن المغرب كان أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة عام 1777. قال ترامب إن معاهدة السلم والصداقة بين البلدين، وإذا أردتم يعني أن تلقوا نظرة سريعة على هذا الطريق الذي يتحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريبا على الخريطة، هذا الطريق يكون بهذا الشكل. يقول ترامب إن هذا يرسي علاقات وصداقة متواصلة مع الولايات المتحدة. الطريق طوله أكثر من 1000 كيلو متر، كلفته تقريبا مليار دولار. بدأ كمشروع مغربي عام 2015 من تيزنيت العيون ثم وصولا إلى الداخل في الصحراء. وهنا أذكركم أن ترامب اعترف عام 2020 بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، وربما يأتي ذلك تكريما لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. التلفزيون العربي.